الرزق والبركة وقعت بيناتهم عركة. كل واحد يتفخر ويتبجح على الآخر. الرزق قال اش خير مني في الدنيا، راني الرزق والله لا يقلني على حبيب، مال وخيرات، وانا اللي نرد بنادم وجيه واسمه يذكار، تولي كلمته مسموعة والناس سيدي سيدي، يكون زينة المحافل، وفي كل ميعاد يقعد هو في الوسط والناس يقدروه ويعظموه ويبايعوا له. يعني البعابس ردهم روس، ومن بعيد يجيو يجريو باش يلحقوا فيه طريق ويكبوا عليه، وحاجته مقضية وكل حاكم يقوم ويقعدوا في بقعته. وحتى عند ربي يبدأ محبوب على خاطر عنده باش يعمل الخير ويفرح القليل ويرضي مولاه ويحصل بقعة في الجنة. أشكون خير مني أنا اللي نطل عليه يا سعد ويا هناه. قالت البركة بلا بيا أنا ما ثم حتى شيء. عمرك شي سمعت امرأة تقول لولدها يجعلك انت تخلط ورسول يبارك؟ هذيك هي البركة. إذا كان البركة ما ثماش لا يقعد لا مال لا خير لا جاه. يزي قال متخضريت هو ثم ما خير من رزق. كلمة مني وكلمة منك. قالوا تي احنا اي نجربوا اي قدم انت. قالت له يا سي رزق ورينا خنارك. ثم رجل حطاب عنده 7 بنات، كل صباح يهز الفاس ويمشي للغابة يجيب هاك الحمي الحطب يبيعه في السوق، يدبر منه هاك ربيع ريال يتفتت به طريف قمح يروح به للدار يرحيوه يطيبوه كسكسي بكشكارته بوها على اخوه. القصعة كل ليلة تتلحس من غير ما يشبعوا. اما نهار البرد والشتاء هذاك لا يحطبوا لا يجيب لهم ياكلوا ويباتوا يحكوا فيها مزاودين. هو خارج على الصباح وفاسه على كتفه ويلقى هالشباب واقف كأنه فرخ سلاطين. صباح الخير يا بابا. قالوا لك سعيد تربح وين ماشي على الصباح؟ قالوا وليدي قصد ربي نقطع نفسي. مدلو كيس فيه 1000 ريال. الاخر طار بالفرحة. 1000 ريال زمانتها يصرفوها عامين. محروم من كل شيء هو ومرته وبنياته والحم يثبتوا عليه ثبات. مقابل لسوق الفلقة يضرب جيجو من البريمة وشرا قمح وزيت وخضرة وغلل وزويز كيلو مشماش وشوية فراولة إلى آخره وروح مدحبر. فرحوا وزهقوا جبدة الرحاء ارحاوا وغربلوا وكسكسوا. خرج مضى السكينة عندها مدة ما خدمتش. قصوا هاك اللحم طيبوه كسكسي من يديك الملاح. تعشاوا وشبعوا شبعة اللي عمرهم ما يعرفوها. اكلاوا الغلة طيبوا التاي سهروا إلى آخره رغدوا. هاو فاتكم بالكلام. في النهار بعد ما قضى هاك الفلوس وين مش يخبيهم وين مش يخبيهم. ثم خابية قديمة محطوطة تحت الحيط في السقيفة ما عندهم يحطوا فيها. ارمى فيها صورة الفلوس. يقول لك تو حتى حد ما يجي البال ليها. متعدي الروبافيكيا يا اللي عندك سورية قديمة للبيع، صبات قديم للبيع، معون قديم للبيع. قالت الواحدة من بناتها خبر بيخرج بيع الوكل الخابية بسطحنا. دقوا عليه قال نعم تشريشي هالخابية. خرجوا هالو قلبها قال خذوا فيها خروبة. قالوا مبروك عليك. هزها ومشى. أي قلنا باتوا بخير. عالصباح قام الشايب يعرف عنده برشا فلوس ماشي يخرج يقضي الفطور وينفق. جاي يضرب على الخويبة يلقاها ما ثماش. وين الخابية وين الخابية؟ قالت تنبه تنزل عليها انت تشحشك بها. بعتها بخروبة. ضرب على راسه. تبيعها من غير ما تشاورني؟ قالت لا انت مستأسدشت عليها
واش حاجتك بها يا أخي؟ عندك ما تخزن فيها من غير محرنية. قال له هذيك حاط فيها 1000 ريال. شنية 1000 ريال؟ أنت عندك 1000 ريال؟ وكيف تكسب 1000 ريال؟ علاش ما قلتش عليهم ومخبيهم في خابية متروكة في السقيفة؟ هذاك من نيتك المقعمزة ومن قلة أمانك فينا. وخيتي هم رجال يتامنوا. أي نصبوه صبوحي، لكن شنية الفائدة؟ الفليسات مشات. هاز فاسو وحل باب الدار وخرج ماشي للغابة. يلقى هاك الشباب واقف. صباح الخير يا بابا، هاك سعيد. قالوا تربح. ماشي على الصباح. قالوا يا اخي ما كفتكش هاك 1000 ريال اللي تاع البارح؟ قالوا ليدي كيف يكونوا مش كاتبين راهو زايد، اللي ما يكتب يصعب. خبيتهم في خابية متروكة في السقيفة. يا اخي المراه ما جا بالها باش تبيعها الا البارح بالسماء والماء، وقت اللي فيها الفلوس. اي قالوا ربي يخلف، هاو 1000 ريال خيرا. فرح هاك الشايب وتخلخل، ومقابله للسوق زاد قضاء قضيه مهمه. فطروا تعشاو باتوا بخير. عالصباح قام ماشي يقضي قضيه اخرى. هاو الفليسات جا مش يخبيهم كيف يروح بالسوق، فين يخبيهم ويحطهم؟ قد الزبله محطوط وراء الباب، احشاف فيها الفلوس الكيسه. الزبال متعدي وناقوز كريته يضرب. قالت الوحده من بناتها هز خرج له الزبله هذيك. يبدا جاء في الصباح ماشي يهز الفليسات، يلقى الزبله تهزت. قامت قيامته. قالت بربي تو الزبله عندها قداش من نهار والذبان يقولنا عليها، وزدنا كلينا اللحم وحطينا فيها العظام، اقتاص الحومه ولا تحش وتقعمز عليها، خرجناها للزبال. اي هز فاسه وخرج. يلقى هاك الشباب هذاك واقف كالعاده. ما نطولوا بكلام، زاد عطاها 1000 ريال اخرين، اقضى وروح. غربال نخاله محطوط في التركينه، احشى فيها الكيس هذيك. الصباح جا خارج يلقى الغربال ما ثماش. تيموش البارح كان غربال نخاله هوني؟ قالوا نعم بعتوا. تي كيفاش تبيعوا هذاك مخبي فيه الفلوس؟ قالت صار انت باقي في صنيعتك، هذاك من قله الامان نتاعك. نرجعوا للبركه والرزق. قالت له خويا اش عملت؟ قال لها الالف الاولى والثانيه والثالثه مشاو، كل 1000 ما يقضي منها الا قضيه نهار. قالت له هذاك من قله البركه، اقعد تفرج تو، اقعد على جهه وتو تشوفني ايش نعمل. يبدا الحطاب اتعارك مع مرته على غربال النخاله اللي بعته، وهز فاس وخرج. يلقى هالمراه الكبيره قاعده على العتبه، سفساري حرير من قراص وعصابه كحله كيف التوت، الشعيرات محنين هايلين. قالت صباح الخير يا وليدي، نهارك سعيد يا امي، وين ماشي؟ قال لها باش نحطب. قالت تاخذش هالرويل وفيه البركه؟ قال لها المعروضه مبروكه. اخذاه من عندها الريال هذاك ومشى مش يقضي كيف العاده. ومنها قالت يا احنا فدينا من اللحم، لو كان ناخذ اليوم ولد بحر. مشى لسوق الحوت، خذا بوريه ندكم وشهيكم انتم مش مشتاقين، زويز كيلو بطاطا، شويه قراع، فلفل، طماطم الى اخره. اصرف نصف ريال. وصل هاك القضيه هذيك للدار، فرحوا بهاك الحوته، عباو القصعه بالماء، حضرت السكينه، واحده شاده واحده تقشر. هما شقوا الحوته ويلقاو في كرشها باللارة، طرف باللار. هزتها واحده من البنات، ارماتها في العارضه نتاع باب الدار. اي جا الراجل تعشى ومشمشوا وقسموا الراس، كل واحد مص من جهه، عملوا كيف شبعوا رقدوا. قبل الليل فاقوا ملعوتين من غبطاية نومهم، الباب يعزق. اشكون جاينا فيها الليل؟ قوم شوف مفتي، قوم شنو ايقا؟ اشكون؟ قال له حل امان الله عليك. حل الباب، يلقى راجل ما يعرفوش. لاباس يا ولدي؟ قال له يا سيدي يا اخي انت ماكش فاطمه؟ قال له باش سمعنا الخير. قال له ما شفتش هالضوء هذايا؟ هي قال له نشوف فيه.
عمري ما ريت ضوء كيف هذا، ما فهمتش منين جاي. قال له هذا جاي من دارك، اخرج للشارع وشوف. خرج للزنقة، دار الباب الدار، يشوف في باب الدار يبقص بقيس، خارج منه ضوء كأنه 500,000 شمعة. قال له عندك حاجة ورا الباب ولازم هذه في العارضة. قال له فعلي مشي، تستنى تراها نشوف. حيت للمرأة يا بنتي ايش عندك في العارضة؟ قالت له الحوتة كيف شقيناها لقينا فيها بلارة، رميناها ثمك، تراه جيب لي كرسي. جابت كرسي، طلع اجبدها. الراجل قال له يا سيدي هذه راهي ياقوتة، كان ما تعرفش، وياقوتة كيف هذه ما يكسبهاش اسلاطين، ما يكسبوهاش. قالوا انا نسمع بالياقوت، عمري ما ريت ياقوتة. قالوا هاك شفت الضوء نتاعها في الليل كيف نو، هذه راهي تجيب لك المضرة لو كان يفتنوا بيك ويخبروا عليك. هي مالش تعملها. قال تعرفش كيفاش، هذه راهو سومها غالي، لو كان نشريها من عندك بسومها توا يقولوا هالمال منين جاه، وتخاف على نفسك. اما اين نعملوا حيلة، اعمل نفسك ما في علمك بشيء وخبيها عندك شي داموس في الدار، وانا نعمل نفسي براني وجيت من اسكندرية نفكس فيك وجبت لك الورثة متاع خوك، وندفع لك الفليسات وناخذ الياقوتة، انت ما تعرفش قيمتها وما صلحلكش. قالوش بي الله يبارك. من غدوك مصراوي لابس قفطان يدور في البلاد ينشد على سيفلاء، من سوق لسوق، من حومة لحومة، حتى وصل للمحرك متاع باب الزيرة. قال له ايه نعرفه، هذا يراه مستانس يقعد في قهوة اللوح. مشى لقهوة اللوح، بربي تعرفوش زي فلان؟ قالوا له هاوك. مشى له السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل سيادتك يظهر لي عليك مصراوي؟ ايوه. قالوا من اسكندريه. بربي تعرفش فلان؟ قالوا راهو خويا. قالوا نعرفه، راجل كويس قوي، تاجر كبير، اما راهو توفى، ضرب لاخر على راسه، تغربت عينيه، طاح دايخ، رشوه بالماء، فاق، الناس داروا به يسكتوا فيه مع شنو. قال لهم خوه هذا السيد هذايا كان شهبندر التجار في اسكندريه، مات اليوم شهرين وما خلى حد، ما كانش متزوج ولا الخديوي لم التركه متاعه، وسمع بيه عنده خوه في هالبلاد هذه، كلفني باش نجيب له ورث خوه، وراهم كيف ما نقولوا 10 صنادق باللويس، حطيتهم في الفندق الفلاني. ايا كريته هزت الصنادق لدار الحطاب، خذا الاخر الياقوته ومشى على نفسه. ومن غدوك سي الحطاب جاب امين البنايه وبدا يفصل في البيانوات. في 3 أشهر من زمان ولات السرايا تسكت الصغير، والبنيات عرسوا من ولد القاضي لولد المفتي لولد التاجر لولد الوزير، وسي الحطاب ولالك سي فلان الفلاني من اعيان البلاد. والبركه قالت له يا سي الرزق اشنو فكرك؟ قال لها ماينه بلا بيك انت انا ما نسواش.